السلام عليكم، معكم ديريكت بالدارجة. ونهار الأحد في شاطئ أكادير وقعت واحد القصة اللي خلعت المصطفين وخلات بزاف ديال الناس ما يفيقوش من الصدمة. رجال الوقاية المدنية تدخلوا بسرعة باش ينقذوا قطة صغيرة كانت عالقة وسط البحر، وفعلا قدروا يخرجوها بصعوبة كبيرة وهي في حالة خطيرة. ولكن المفاجأة ما كانتش هنا. ملي خرجوها لاحظوا أنها كتحمل في فمها شي حاجة غريبة، ومن بعد تفتيش تبين أنها كتخبي عمل سحري عبارة على أشرطة، توب ملفوف وحوايج كتستعمل في الشعوذة. الناس تخلعت والغضب عم في مواقع التواصل. الناس قالوا واش وصلنا نستعملوا حتى الحيوانات في السحر؟ فاطمة علقات شنو ذنب هاد القطة؟ الله ياخذ فيهم الحق. يونس قال الله يحفظنا من كل شر، حيوان بريء كيتستعمل في حوائج شيطانية. وحتى نسيمة قالت يمكن الله بغى الخير لصاحب السحر وكشفوا بهذه الطريقة. سبحان الله. هاد الواقعة كتزيد تبين أن السحر والشعوذة باقين وسط المجتمع وبأشكال خطيرة ولا إنسانية، وخصنا نوقفوا ضد هاد الجرائم في حق البشر والحيوان. الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا ويبعد علينا كل شر.